حمزة. خلينا نستقبل المداخلة الهاتفية مع الأستاذ محمد فاروق، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله أستاذ محمد. في اليومين الماضيين حدث انخفاض ولو قليل في سعر صرف الدولار. تمام. مدى تأثير هذا على البورصة المصرية؟ هو ده تأثيره هيبقى انخفاض الأسعار في فترة، في الشورت تيرم أو في الفترة قصيرة قصيرة قديم. الأجل. وده بسبب إن أغلب الفلوس اللي دخلت هوت ماني بالنسبة للأجانب في الفترة اللي فاتت دخلت أما كان الدولار ب 19 جنيه بعد التعويم، أو من أول بداية التعويم أو بدأ الدولار ب 12 13 جنيه. فالناس دي عندها تخوف إن يحصل انخفاض في العمله الاجنبيه كانت قصاد الجنيه المصري. فدي الفلوس دي بتطلع دلوقتي، وده يمكن لو حد متابع السوق ان الاسعار اتاثرت شويه انخفاضا، لكن هو على المدى المتوسط والمدى الطويل تاثيره ايجابي جدا طبعا، لان في الوقت ده بيدي نوع من انواع الاستقرار عند المستثمرين الاجانب. فحتى ستيل واحنا بنتكلم او في الوقت الحالي وبنقول ان الدولار نزل، هو الدولار من قبل شهر 11 اللي فات كان ب 8 جنيه و88 قرش. احنا بنتكلم ان هو بقى ب 16 او ب 15 نتيجة للتعويم. ايوه. فدي لغايه دلوقتي كل التقييمات اللي اتعملت من المؤسسات العالميه كلها عن تقييم مبدئي للدولار كانت بتتراوح من 10 ل 14 جنيه. احنا ستيل لغايه دلوقتي في الاسعار اللي تعتبر اوفر بوت للدولار، او ان الدولار اتشرى زياده عن اللزوم والناس ضربت عليه زياده عن اللزوم. تمام. هذا الانخفاض ولو بنسبة قليلة بيعطي أي نوع من المؤشرات، يعني مزيد من الانخفاض، ولا لا ده ممكن يكون انخفاض مؤقت زي ما في كتير من الناس بتقول وهيرجع للارتفاع مرة تانية؟ طيب خلينا نتكلم في النقطة دي حاجتين. هو ايه السبب الرئيسي لارتفاع الدولار بعد التعويم؟ السبب الرئيسي لارتفاع الدولار بعد التعويم المشكلة اللي عندنا في السياحة، المشكلة اللي موجودة في التصدير، وهم دول كانوا أكبر حاجتين من الموارد بتاعتنا من العملة الأجنبية. الخطة اللي اتحطت مع صندوق النقد وبعديها خدنا القروض وبعديها عملنا التعويم، وبدأ الدولار في أول يوم تعويم كان ب 11 و12 جنيه، وبدأ نتيجة مضاربات يطلع أو نتيجة نقص حاد فيه يطلع للأرقام اللي احنا شفناها. هو كل ده كان لسه ولا عملنا الاوبشن بتاع السندات الدولاريه اللي اتغطت ونسبه الفايده بتاعتها قلت، معنى ان كده ان الناس شايفه على المدى الطويل ان الدولار في الاسعار دي اسعار مغالى فيها، فهو بيبيع الدولار بتاعه دلوقتي بالسعر ده ويخش يشتري السندات اللي هي الماتيوريتي ريت بتاعتها سنه وسنه ونص، والفايده بتاعتها تنزل مره 1.5% عن الفايده اللي كانت قبلها قبل الطرح الاخير. والحاجه الثالثه والمهمه ان التغطيه تمت 4 مرات، يعني احنا كنا عارضين 250 مليون دولار تغطيه، اتغطى مليار، فحصل فيها حتى دي كمان تخطيط. خلينا نقول ان الدولار مش مشكله هو سعره كام، وده مهم قوي، هو استقراره هو الاهم. او بمعنى اخر اي مستثمر في الدنيا بيبني على استقرار سعر الصرف. استقرار سعر الصرف ده لان هو بيبقى عارف داخل بيغير بالعمله المحليه الدولار ب 20 جنيه بيطلع والدولار ب 20 جنيه. فهو لو دخل بنتكلم في مدى زمني قد ايه لما نقول ان في استقرار في سعر صرف الدولار؟ بنتكلم في مدى زمني تقريبا قد ايه؟ 6 شهور. نعم، مش اقل من 6 شهور عشان نبدا نقول ان السعر استقر عند الحته دي. احنا بس اللي احنا نتمناه، احنا الاحتياطي بتاعنا بيزيد، بس للاسف هو احتياطي بيزيد نتيجه قروض عشان نواجه الفجوه التمويليه في الميزان بتاعنا، وده لازم كان يتعمل. الفتره اللي جايه بقى فيها ترقب جامد جدا. احنا عندنا يوم 15/3 التقرير بتاع الجماعه الروس عن السياحه الروسيه، ودي تمثل حوالي 60% من السياحه لمصر. التقرير ده لو طلع ايجابي هيفرق جامد جدا، بالعكس هيبدا يخلي سعر الدولار ينزل اكتر، لان دايما المستثمر باي ذا فيوتشر بيشتري المستقبل، يعني مش بيبص دلوقتي، هو جاي قدام كمان شويه هتيجي السياحه هيجي عمله صعبه هيحصل. الحاجه بقى الخطيره اللي احنا كلنا يعني انا مبسوط منها واكيد انتم ملاحظينها، احجام الشراء اللي حصل من الناس في الفتره اللي فاتت
ايوه. ادى لان بقى التجار وبقى الناس عندهم مخزون مش عارفين يتصرفوا فيه، فغصب عنهم مبقوش يستوردوا. لان هو اوريدي انا عندي مخزون، هستورد تاني ليه؟ اصرف اللي عندي وبعد كده استورد. دي كانت وقفه كويسه من الناس، ان احنا حسينا ان الحاجه كانت اسعارها مغالى فيها جدا، والناس التجار بداوا يحطوا تسعير على مزاجهم. كان بيسعر ايام ما كان الدولار ب 18 جنيه، هو بيسعر على 20 جنيه، النهارده الدولار ب 16 لسه بيسعر على 20. فدي عملت ركود. انا من وجهه نظري ان الركود ده هيعقبه انخفاض في الاسعار. تمام. في خبر قرأناه في الأخبار السريعة، وهو خاص بالدولار الجمركي ب 16 جنيه حتى نهاية فبراير. تمام. مم. دي خطوه كويسه جدا من وزاره الماليه، لان دي هتحرك الاسعار على تحت. لان هو النهارده لغايه فتره قريبه كان الدولار الجمركي ب 18 جنيه ونص او 18 جنيه و70 قرش. حضرتك لما ينزلوا ال 16 هو نزله نص حوالي 12%. فده لازم ينعكس على انخفاض الاسعار. انا توقعاتي ان الدولار الجمركي من 1/3 هينزل لغايه ما هيبقى يوصل ل 14 جنيه 14 وربع. او يمكن حضرتك حاطين الخبر على الشاشه ان أيوه. ان الاسعار الفايده على الاصول الدين تراجعت ب 3%. اول اوبشن اتعمل او اول طرح اتعمل كانت الفايده فيه 6.7. فانت النهارده بتقول لا هديكوا 3%، هم موافقين. كله الاجانب دلوقتي واصلين لنا احنا نظره ايجابيه كويسه جدا. اللي حصل من اصلاحات واتضرينا منها كلنا، سواء حد فقير حد غني، كل الناس اتضرت. مردودها عمره ما هيجي في خلال شهر او 2 أو 3. انت حضرتك بتصلحي اقتصاد، بتتحكمي في سعر الصرف بقاله اكثر من 25 سنه ولا 20 سنه. انت كدوله بتتدخلي، كحكومه بتتدخلي فيه. النهارده انت سبتيه السوق هو اللي بيحدد سعره. فده هنعاني منه شويه، بس انا توقعاتي شويه بقد ايه يعني؟ اكيد اللي بيسمعنا دلوقتي عايز يعرف الشويه دول قد ايه. انا بتهيألي بعد كيو 3 بعد الربع الثالث من السنه دي الامور هتستقر، وهتبدا ساعتها الامور هتبقى واضحه، ومش هيبقى فيها حاجات مش مفهومه او فيها عوامل كتير محدش بيعرف يحسب قراره على اساسها. يعني يعدي بس الربع الثالث من السنه دي، انا شايف ان الدنيا هتستقر، سواء في سعر صرف الدولار او في حتى مستويات الاسعار اللي احنا كلنا بنعاني منها دلوقتي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد فاروق، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية.